ال 50 جنيه دي ما تعملش اي حاجه. بس مع خالد فين تقدر تعمل كل حاجه وب 45 جنيه بس. زي ما انت سمعت كده ب 45 جنيه هتقدر تعمل كل حاجه. ومش بس كده، المكان ده يا جماعه اسمه اب ستيشن، وما اعتقدش ان انت سمعت عن المكان ده قبل كده لان المكان ده لسه جديد. وقبل ما نخش في اي تفاصيل وقبل ما اقول لك ايه ال 45 جنيه دول، عايز اقول لك ان المكان ده قدام كليه حقوق على طول. وزي ما انت شايف كده المكان عباره عن غرف، 8 غرف، كل غرفه بستايل معين. فمثال مثلا لو انتوا جروب وعايزين يذاكروا، فالمكان ده رايق وجميل وكل غرفه فيها شاشه وتكييف. ده غير ان عندهم العاب كتير لا تتخيلها زي الكوتشينه والشطرنج والاونو والوعمل ودي كابلز. بس انا جاي اقول لك على حاجه مهمه جدا، المكان ده عامل عروض جامده قوي. بص بقى يا سيدي، مبدئيا كده انت ممكن تعمل عيد ميلادك ببلاش، ومش بس كده مش هتدفع ولا سيرفر ولا ضريبه ولا اي حاجه مقابل المشروب بتاعك بس. ده غير كمان ان عندهم اوبشن حلو قوي ان انت ممكن تجيب اكلك من بره وتاكل هناك. وخد بقى الكبير، هتشرب اي مشروب من عندهم هتاخد عليه نفس المشروب ببلاش. يعني باختصار كده جمهوريه خالد فين هتتدلع يعني هتتدلع. لا وكمان عندهم فيفا 24 وبيس 24 واي لعبه تتخيلها هتلاقيها في المكان ده. ولو مستغرب اللي جاي اغرب، بص بقى يا سيدي، المكان ده كل حاجه فيه كريتيف. هتقول لي يعني ايه يا عم خالد؟ اقول لك مثلا عندك كذا لوكيشن تصوير. ومش بس كده، لو انت خدت وافل او ديزرت من الثلاجه اللي انت شايفها قدامك دي هتاخد عليها قهوه او شاي مجانا. فبعد اللي قلته لك ده انا مش لاقي سبب واحد يخليك ما تروحش المكان ده. يعني تخيل كده مكان فيه تكييف، هتشرب قهوه ببلاش، عندك وافل ودرينك عليهم خصومات جامده جدا، مكان في وسط البلد، هتعمل عيد ميلادك ببلاش، والمكان سهل وبسيط. من الشط هتلاقي كليه حقوق، هو قدامها على طول، المكان اسمه اب ستيشن. وصدقني وما ترجعش ورايا، هتدلع اخر دلع.